عمركم سألتوا نفسكم مين اللي على عملة ال200 جنيه ده؟ الراجل اللي قاعد ده؟ أكيد طبعا مش كلكم عارفين مين ده. اللي قاعد هنا ده يا صحابي اسمه المعلم حسي رعد، والمعلم ده كان في عصر الملك زوسر. هو كان معلم وهو كمان أول طبيب في التاريخ يا صحابي. شايفين يا صحابي مهم جدا ازاي؟ وزمان يا صحابي كان الناس الحكيمة بتنصح أولادها إن هم يطلعوا معلمين وكاتبين، لأن المهنة دي زمان يا صحابي كان ليها دور مهم جدا، وما زالت يا صحابي ليها دور مهم جدا وما نستغناش عنها أبدا. المعلم يا صحابي حسي رعد معلم شاطر جدا، وهو كان أول طبيب في التاريخ، وكمان ليه لوحة خشبية في المتحف. شفت يا صحابي قد ايه مهنة الكتابة مهمة، وقد ايه استفدنا من المعلم حسي رعد. لو استفدتوا من قصة النهاردة ادخلوا يلا على قناة يوميات جوجو، وهتلاقوا كتب اكتر واكتر وحكايات اكتر. يلا روحوا دلوقتي وذاكروا واجتهدوا عشان تطلعوا زي المعلم حسي رعد. وسؤال النهاردة بيقول المعلم حسي رعد كان في عصر الملك مين؟ أنا مستنياكم، يلا انزلوا واكتبوا لي في الكومنتات. باي باي.